كابو التراس مصراوي، لانه عندهم ماتش مهم ان شاء الله بعد بكره، المصري امام الاهلي في بورسعيد. فؤاد فضل، مساء الانوار يا فؤاد. مساء الانوار يا كابتن مدحت. اهلا بيك يا حبيبي، اهلا بيك يا كابتن. حابب اسمعك يا فؤاد. قبل اي كل حاجه احنا اساسا عندنا تنبيهات اللي احنا اساسا كالتراس جرين ايجلز او مصراوي اللي احنا اساسا ما نطلعش نتكلم في اي ميديا ولا اعلام. انا عارف. لانقاذ الذات، تمام؟ ده اول حاجه. انا طالع بس اوضح للاهميه بس. نعم. حضرتك النهارده تلاقينا احنا اساسا في بورسعيد بسبب اللي هي الاحداث بتاعت ماتش الاهلي بتاعت السنه اللي فاتت. احنا قعدنا بينا وبين بعض اللي احنا ما نتكلمش في حاجه عشان خاطر البلد وما نعملش مشاكل عشان خاطر البلد، وقلنا يا جماعه احنا مش هنعمل اي حاجه تضر البلد. نعم. وهنستنى البيان بتاع الترحال بتاع التراس اهلاوي. فاحنا كنا مستنظرين اللي مثلا بيان التراس اهلاوي مثلا اللي هم يطلعوا يتكلموا، يقول لك مثلا اللي هم داخلين بسلميه وما يتكلموش وما يعملوش اي حاجه. فانت دلوقتي ده انت جاي على محافظه بلد النضال، بلد حرب 56، مش شويه اطفال صغيرين اللي هيجوا يتكلموا على بورسعيد. ده اول نقطه، تمام؟ بيان التراس اهلاوي يا كابتن بيقول لك ترحال العمر، احنا رايحين بلد للفسحه، بلد مش عارف لايه. واكيد حضرتك انا قلت لك النهارده في المكالمه بيني وبينك، قلت لك خش واقرا اللي مكتوب على التراس اهلاوي. واكيد انت حضرتك التعليقات، تقصد التعليقات؟ لا مش التعليقات، البيان الرسمي من التراس اهلاوي، تمام؟ داخل بيقول لك ترحال العمر، بلد بنذكرهم بذكريات 2008 اللي هم كسروا الاستاد. انتوا ما دخلتوش كسرتوا الاستاد ولا حاجه، ده انتوا داخلين مش لاقيين حاجه قدامكم تعملوها، كسرتوا منشآت ونورمال فانس عادي كان موجود سواء العاملين في النادي او غيره ودخلتم. لكن اللي انتم تقفوا قدامنا ده حاجه مستحيله. ده اول حاجه، انتم ما تقدروش على شعب بورسعيد. ده اول حاجه. احنا كالتراس مصراوي او جرين ايجلز احنا قعدنا بيننا وبين بعض اللي احنا مفيش اي حاجه عشان خاطر البلد، مش عشان خاطر حاجه، ده عشان خاطر مصر بس، مش اكتر، تمام؟ ده اول هام يا كابتن. تاني هام، لو هم جايين في دماغهم، لان برضو لو انت دخلت حضرتك على موقع اسمه شوط بتهيالي او حاجه زي كده، في منهم اعضاء صحفيين في الموقع ده كانوا قاعدين في الميتنج بتاع التراس اهلاوي، والكلام ده نازل على الموقع عندهم اللي هو شوط دوت. نعم. تمام. نعم. داخلين بيتكلموا، بيقول لك اللي هم داخلين هيبيدوا البلد واللي هيقف قدامه هيضربوه. فانت طبعا يا كابتن مدحت لو واحد داخل عليك في بيتك وداخل وجاي بيقول لك انا هاجي هكسر بيتك وهعمل بيتك، انت حضرتك هيكون رد الفعل بتاعك ايه؟ نعم. رد الفعل بتاع حضرتك هيكون ايه؟ انا هجاوبك في الاخر، اتفضل يا بلال. تمام؟ ده تاني هام. احنا كالتراس مش احنا اللي هنصدر لهم المره دي. الناس اللي هي اتضررت، اللي مثلا واحد مثلا مالوش في الكوره، بعيد عن الكوره، قاعد مثلا راكن عربيته تحت بيته يطلع عربيته بتتكسر، فالناس دي هي نازله اساسا. دخلتم باحترام، والله اهلا وسهلا زيكم زي اي حد. لكن دخلتم وفي دماغكم اي حاجه، يبقى كنت مره على التوالي اللي انتم مش هتخشوا بورسعيد. وده احنا بنقولها صراحه، ما بنخافش من حد، الحمد لله، تمام؟ عشان احنا بس نكون واضحين وجايين على الجد. احنا مثلا كشباب التراس ولا شباب بورسعيدي، حتى النورمال فانس عادي في البلد مش هيتقبلوا الكلام ده خالص. مش انت مثلا منك واحد من الناس عندك مثلا محل اكل عيشك ورزقك ورزق عيالك، اللي انت مثلا انا اجي اكسره لك هتموته. فهو ده اللي الناس هتعمله بورسعيد. والله يا جماعه انتوا دخلتم بفيلم ودخلتم مؤدبين البلد، هنشتغلكم على عيننا وفوق رؤوسنا. جميل. غير كده مفيش حل. كلام محترم. هنرجعكم تاني في القطر زي المره اللي فاتت. كلام محترم. فاكر كلام تمام محترم. يا كابتن مدحت كده؟ كلام محترم جدا يا فؤاد. وخليني اتفضل. تمام. احنا مش عايزينهم اللي هم بس يوزعوا عقلهم، لان هم جايين على بلد مش حرب الثلاث دول، بلد لوحدها حرب الثلاث دول. طيب مش هيجي مثلا شويه اطفال صغيرين يتكلموا على بورسعيد. احنا بلد مش عارف ايه وبلد مش عارف ايه. طيب خليني اقول حاجه يا فؤاد. اتفضل يا كوتش. انت عرضت عرض محترم جدا في كلامك، ان انت قلت الناس هتيجي هتخش باحترامها، وده وضع طبيعي جدا. هتشيلوهم على دماغكم من فوق، ولا هنتكلم مع حد فيهم. وده شيء في منتهى الاحترام، وشيء يدعو للفخر لشباب بورسعيد بكل اطيافه. وبالتالي انا بوجه كلامي دلوقتي لشباب الالتراس الاهلاوي، وكلهم سامعيني دلوقتي. فؤاد معانا اهو. معاك يا كوتش. لا انا بكلمهم بقول لهم فؤاد معانا، والراجل كابو
وراجل له دور كبير مع الشباب اللي هناك، وانا اتصلت بمجموعه اخرى موجوده في بورسعيد اكدوا على نفس الكلام اللي قاله فؤاد. اذا انا بقى اخاطب دلوقتي شباب التراس اهلاوي، احنا لما نروح بورسعيد، بورسعيد دي بلدنا، مفيش حاجه اسمها قاهري وبورسعيد، ولما بورسعيد يجوا القاهره دول جايين بلدهم، لان مفيش حاجه اسمها القاهره وبورسعيد. وبالتالي مش من غير المقبول ان انت تخش بلدك وفي دماغك اي افكار شيطانيه، ما ينفعش. وانا بقول اهو، والله 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 انا هحط كاميرات باذن الله في اماكن معينه خفيه في كل شوارع بورسعيد في المناطق اللي بيمر بيها الجمهور، واقسم بالله هنرصد لحظه بلحظه. كنتش احب اقول ده لان انتوا شباب الثوره، شباب بورسعيد اللي انا بكلمه دلوقتي ممثل ليهم، وشباب الالتراس الاهلاوي اللي هم سامعيني دلوقتي، انتوا شباب الثوره، فمن غير المقبول يبقى عليكم رقيب. لكن بما ان كان في احتقان، احنا عايزين ننهي هذا الاحتقان. الراجل مشكورا بلال اهو قال فؤاد فضل قال بالفم المليان هتخشوا على راسنا من فوق. خلاص، يبقى ان احنا نخش بالشياكه الانسان المصري اللي بيخش مدينه في قلب مصر بلده بحب وباحترام، ويخش المدرج يشجع بحب وباحترام. خلصت المباراه ان النادي المصري كسب، مليون مبروك على النادي المصري. خلصت المباراه ان النادي الاهلي كسب، مليون مبروك على النادي الاهلي. خلصت المباراه بالتعادل، مليون مبروك على الفرقتين. وكل واحد يروح في امان وسلام، وساهموا يا شباب مصر في خلق جو هادئ لمصر، وخلصونا من ثقافه العصابات اللي بدات تتسلل للمجرمين اللي بدأوا يقتحموا البنوك ويورثوا قتلى في الشوارع. أنا وجهت رسالتي دلوقتي لشباب الألتراس الأهلاوي. أما رسالة بورسعيد قالها بوضوح فؤاد فضل، وبكررها مرة تانية، قال لك هيخشوا على دماغنا من فوق معززين مكرمين، مفيش أكرم ولا أجمل من كده في الدنيا. ويبقى الاحترام هو لغة لابد أن تسود ما بيننا كلنا كمصريين. أنا بشكرك يا فؤاد، وإن شاء الله أنا متأكد إن اليوم هيبقى يوم مشرق وجميل بإذن الله يا فؤاد. أشكرك يا حبيبي، شكرا جزيلا.